السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي قوي. النهاردة بقى هنعمل مع بعض القرنبيط. نازل بقى اليومين دول في السوق بس مش كتير الصراحة. جبت بقى قرنبيط، بس انا جايبة الصراحة اتنين. هو جوزي اللي جاب، فهو اللي بياكله، بس انا والعيال ما بنحبهوش. فطبعا راح جاب اتنين، فمش مشكلة، مش هتضر. هنعمل هنسلقهم عادي، والتانية هشيلها في الفريزر، وواحدة هعملها له اهي. بصوا شكلها جميل ازاي ويفتح النفس. دلوقتي بقى انا حطيت ميه على البوتاجاز اهي تغلي. هقطع بقى القرنبيطه وهنزلها بقى في الميه. حبايبي دلوقتي بسلق في القرنبيط، سلقت جزء وبسلق في الباقي اهو، وبطلعه على مصفى كده يتصفى على مشطفه، وهغسله تاني. ودلوقتي بقى هعمل العجينه انا بحط عليها دقيق، وبحط كمون، وبحط فلفل اسود، وشويه كزبره ناشفه، وحته تومه كده كويسه، ومكعب مرق، وسنه بيكنج باودر عشان تنفخ العجينه كده وتبقى حلوه. ما كنتش بحط بيكنج باودر بس لقيت عندي فحطيت. وحطيت شويه بابريكا، اسمها بابريكا. ولو عندي كاري او كركم كنت حطيت، بس مش مشكله برضو، هي بتطلع لونها حلو وكل حاجه. دي اللي هي المكونات الجافه. حلوه المكونات الجافه دي يا ولاد. طيب ماشي، يبقى قلنا كمون، فلفل اسود، ملح، مكعب مرق، سنة بيكنج باودر، بابريكا، ملح ابيض، والدقيق طبعا ده هيتعجن بميه. وعدد البيض زي ما انت عايزه، يعني زي ما انت عايزه البيض ده براحتك، تحطي كتير تحطي قليل، ده براحتك. انا هحط 3 بيضات. بس الاول هحط البيض واعجن شويه، وبعد كده ازود بميه لو احتجت ميه. فهشوف كده، خليكم معايا. وبقيه القرنبيط بيتسلق على النار. وعندي برضو خضره بتبقى حلوه قوي مع القرنبيط، بتدي طعم حلو. عايزه تحطي كزبره ماشي، عايزه تحطي بقدونس ماشي، شبت لا. انا عندي بقدونس. هغسل حته برضو وهقطعها مع العجينه وهوريها لكم لما اخلصها، خليكم معايا. عملت بقى العجينه يا حبايبي زي ما قلت لكم. حطيت لها الصراحه 4 بيضات، وكملتها بميه. عايزه تحطي له لبن حطي له، بس على فكره بحس ان لما بيتحط لبن بيحرق حته القرنبيطه على طول. فوالله عن تجربه، عايزينها تبقى صفرة ومقرمشه بلاش اللبن، لان اللبن بيحرق بسرعه الحاجه سواء البانيه حتى. ادي كده عملتها. بصوا قوامها اهو، لا بيبقى تقيل ولا خفيف، بيبقى القوام ده كده حلو قوي. عايزه اقول لكم قسما بالله تتاكل نيه. التوم مع المرقه مع التوابل اللي انا حطاها. اما بحط الشطه، اللي عايز يحط شطه يحط، عايزه تقطعي برضو تقطعي فلفل احمر حراق برضو حطي براحتك، بس انا ما بحطش الصراحه عشان ما اوديش طعم القرنبيط في حته تانية. عايزه اقول لكم ريحته تحفه، التوم مخليها ريحتها جميله قوي اهي. مع التوابل طبعا ظبطتها وظبطت طعمها كده، يبقى تمام. القرنبيط لسه بيتسلق عندي. هشيل بقى القرنبيطه اللي قلت لكم عليها. بتسلقيه عادي وتغسليه وتقطعيه يعني حسب الحته زي ما انت عايزاه، وتحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر عادي، ما بيجرالوش اي حاجه. واليوم اللي هتعمليه فيه تطلعيه قبلها بشويه، بيسيح كده زي الكرنب، وتشتغلي بيه عادي كانك لسه جايباه. لان انا جوزي زي ما قلت لكم جاب لي 2، فانا حرام يعني 2 هعمل بيهم ايه وهو بس اللي بياكل، فاهمين؟ فهخلي على قده وهشيل الباقي. خليكم بقى معايا يا حبايبي على ما هعمل احمر بقى. يعني هو خلاص كده هيتسلق، وهغسله وهحطه في العجينه واحمر على طول. خليكم معايا وما تنسوش اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. وحشتوني قوي قوي قوي. معلش التليفون بتاعي بقى بايظ، انا دلوقتي حتى بصور بتليفون جوزي وبرجع انقله على القناه، عشان خاطر التليفون معرفش ليه بقى يوطي ويعلي معايا، واجي افتح الكاميرا يروح قافلها تاني. فان شاء الله هحاول بالليل برضو افتح معاكم لايف، لاني بقالي كتير ما فتحتش. خليكم معايا احلى اخوات حبايبي. خلاص خلصنا اهو وحمرناه، بس قلت بقى مش هقعد اعمل معاكم خطوه خطوه عشان الفيديو ما يطولش. اهو يا حبايبي مقرمش وجميل وزي العسل والله. هو لسه طالع دلوقتي من لسه محمراه يعني دلوقتي. ما تنسوش بقى يا حبايبي تحطوا اللايك، تتفرجوا على الفيديو للاخر كدعم منكم. وخلاص كده خلصنا القرنبيط بتاعنا، وعيالي طلعوا روحي. فما تنسوش بقى يا حبايبي تحطوا الاشتراك، وما تنسوش دعوة حلوة منكم بشفا محمد واحمد. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.